احنا تقريبا بناكل جميع انواع البلح، الى ان ولا مره شفت اي حد جرب فيها البلح الاصفر بس عصير. وفي قعده صفا كده انا واخويا الكبير كنا بنتناقش ايه اللي يحصل لو جربنا البلح الاصفر ده نعمله عصير ونحط عليه شويه عسل. فعشان كده جبت النهارده البلح الاصفر وخدته غسله محترمه في شويه خل وشطفته بالميه كويس، وبعد كده قطعت البذور وابتديت اقسمها نصين زي ما حضراتكم شايفين. خلصنا اول الكميه وجبنا الخلاط، وكنت بفكر الاول ان انا اضربها في قلب المصفى عشان تطلع القشر لوحده وتطلع الميه لوحده، لكن تقريبا النوع ده من الفاكهه ما ينفعش معاها غير الضرب على وشه كله على بعض، وعشان كده شلت المصفى وضربت اول كميه، وكل اللي اضفته عليها بس شويه عسل وشويه الميه للتنعيم مش اكتر. وبعد ضرب حوالي دقيقتين نبدا نصلي على الحبيب الزين ونستطعم اول واحد من غير اي اضافات تانية، وحقيقي كان الطعم ولا اروع. لكن جه في بالي كمان ان انا اعلي التيست، وقلت ايه المانع لو نعملها بشويه حليب. وبصراحه اخويا قال لي لو عندك شويه مكسرات تقدر تضيفهم عليها تعلي التيست اكتر واكتر، وبالفعل هو ده اللي حصل قدامكم. اضفت شويه الحليب وشويه الكاجو اللي عندي وغطيت عليهم ونضربهم ضربه في الثانيه في الثالثه ونغسل الكوبايه ونرجع الكميه اللي كانت موجوده في الكوبايه في قلب الخلاط عشان يخش كلهم مع بعضيهم على ما نغسل الكوبايه ونرجع نصب الحكايه. ويبقى العبد لله اول واحد عمل البلح الاصفر عصير عشان ما تفضلش تاكل وتعضعض فيه كتير. وما تنساش في الختام نصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب، وندعي لامي والاخويا والامواتنا بالرحمه، ومساء الزبده على الجميع. جربوها سواء بالحليب والكاجو او من غير حليب والكاجو، الاثنين ولا اروع. واي نوت.